مساء الخير يا حبايب قلب ام لولي، او صباح الخير ايا كان هتشوفوا الفيديو امتى. زي ما عودتكم وحشتوني كتير كتير، لان انا ما نزلتلكوش فيديو امبارح، فوحشتوني قوي 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 قوي. بصوا بقى، انا جايه لكم النهارده بروتين جديد، ويا رب الروتين برضو يعجبكم. وبرضو ما تنسوش انا هنزل لكم مقطع صغير على التيك توك، ولو حابين تكملوا الفيديو للاخر، لان الفيديو في الاخر فيه حاجة حلوة قوي. كملوها على اليوتيوب في الصفحة اللينك بتاعها على التيك توك في البايو. وطبعا بقى مش عايزاكم تنسوا اللايك بتاعكم الحلو والتعليقات والاشتراك في الصفحة، لان انا عايزة الصفحة تكبر بيكو، وهي طبعا ابتدت تكبر بيكو يا اخواتي، واحنا كلنا اخوات. وانا مبسوطة ان انا صفحتي يعني ابتدت ان هي تعجبكم. وطبعا ما تنسوش تصلوا على النبي في التعليقات عليه افضل الصلاة والسلام، وما تنسوش تدعوا لاخواتنا في فلسطين، ربنا يكون معاهم. وانا حابة اشكر كل الناس اللي بتعلق لي تعليقات حلوة على اليوتيوب وعلى التيك توك. انا حابة اشكركم واحد واحد، لان تعليقاتكم جميلة قوي وبتبسطني فعلا. التعليقات اللي بتجيلي على اليوتيوب اليومين دول تعليقات حلوة قوي قوي، وفعلا بسطاني. وانا حاسة ان الصفحة ان شاء الله ان شاء الله يا رب هتكبر بيكو، وطول ما انتم مهتمين بصفحتي هي هتكبر ان شاء الله. فاثباتكم الوحيد ليا ان الصفحة بتاعتي بتعجبكم ان انتوا بتحطوا اللايك وتعملوا شير لاصحابكم ولقرايبكم ولحبايبكم كلكم. دي اكتر حاجة بتبسطني، ان الصفحة ابتدت تكبر بيكم. طبعا هنا كان عندي روتين في اوضه الاطفال، طبعا زي ما شفتوها في بداية الفيديو كانت مكركبة جدا. مسكت الاول كان فيه هدوم طالعة من الدولاب. طبعا هنعمل يوم روتين للدولاب وتطبيق الهدوم، بس طبعا لو انتوا بقى قلتولي اعملي لنا الروتين كذا، يعني اعملي لنا مثلا روتين توضيب الدولاب، عايزاكوا انتوا تطلبوا مني انتوا حابين اعمل لكم روتينات ايه. يعني انتوا اطلبوا مني وانا هنفذ لكم اللي انتوا عايزينه. طبعا روقت اول سرير، ودي تاني السرير. طبعا شايفين الدنيا كانت مكركبة ازاي. هنا هروقه. طبعا انا بحب ان انا اشارككم يومي واشارككم ايه اللي حصل في يومي. طبعا انا صحيت من النوم قلت بقى ابدأ الاول ترويق في الشقة، وبعد كده بقى عملنا الغدا. لو حابين تكملوا الفيديو للاخر عشان تشوفوا انا عملت غدا ايه، كملوا الفيديو للاخر بس عشان تشوفوني بقى انا عملت لكم غدا ايه النهارده. ولو الغدا برضو عجبكم مع الروتين الترويق قولولي برضو في التعليقات، لان انا بحب تعليقاتكم جدا، لان انا ابتدت تجيلي تعليقات حلوة، فانا حابة التعليقات بتاعتكم، وحابة ان انتوا تكتروا في التعليقات اكتر وفي اللايك والشير، لان انا محتاجة ان الصفحة تكبر بيكم. دي اهم حاجة عندي، ان انتوا تكبروا لي الصفحة بتاعتي وتفضلوا متابعيني على طول وتدوني رأيكم على طول. طبعا هنا كنت بروق السرير ده وقربت برضو اخلصه. ويا رب اليوميات بتاعتي تعجبكم. واديني المرة دي طولت لكم الفيديو شوية، وبرضو مش مسرعة قوي، لان في ناس منكم طلبت مني في التعليقات ان انا ما سرعش الفيديو، فانا نفذت رغبتكم ان انا مش مسرعة الفيديو قوي، وحبيت ان انا اطوله عليكم شوية عشان برضو اشوف هيعجبكم ولا لا. لو عجبكم قولولي، ما عجبكوش برضو عرفوني، وانا هقبل منكم اي حاجة، يعني سواء عجباكوا او مش عجباكوا انا هقبلها منكم. هنا طبعا خلصنا السراير خالص. هنشوف بقى الخطوة اللي جاية ايه. يا رب الروتين يعجبكم. طبعا الدنيا في الاول بتبقى مكركبة خالص. هنا بصوا السراير بعد ما اتروقت بقى شكلها جميل جدا. هنا بقى هنمسح، يعني بشيل الحاجة الاول اللي على الكومودينو، وبعد كده همسحه. عشان ايه؟
لو في اي تراب او في اي حاجة تبقى الدنيا نظيفة من حوالينا، ونضيع اي طاقة سلبية من قلب البيت. فلو بقى اي حد كده فيكو بيتفرج عليا ومكسل انه يقوم يعمل حاجة في بيته، لا يقوم كده ويتنشط، لان انا بعمل لكم الفيديوهات دي كده عشان نفسكم تتفتح ان انتوا تقوموا وتتنشطوا وتعملوا اي حاجة. هنا برضو كنت بمسح السراير عشان لو فيها تراب او حاجة. فانا عايزة بقى لو عجبتكم الفيديوهات عايزاكم تكبروا الصفحة اكتر واكتر وتعليقاتكم تكتر اكتر، عشان يعني انا بفرح لما بلاقيكم بتعلقوا لي او بتعملوا لي اعجابات كتير، او الفيديو بتشيروا لناس كتير. بجد بفرح وببقى سعيدة جدا من جوايا. هنا برضو كنت بمسح السراير. وهنا هنمسح بقى التسريحة، وهنا بقى هنمسح التسريحة لان زي ما انتوا شايفين برضو يعني مكركبة شوية. هنوضبها وهنمسحها، وهنمسح اي حاجة عليها برضو الايات القرآنية والمصاحف، هنمسحهم برضو عشان يبقى شكلهم حلو، وعشان برضو ما يبقاش عليهم تراب، لان حرام على المصاحف وكده ان يبقى فيه تراب او كده. فانا برضو بحب ان انا اول باول امسح التراب اللي بيبقى على المصاحف. فهنا بمسح الحاجة وبشيلها على جنب عشان ايه امسح التسريحة براحتي، وبعد كده ارجع ارصهم من اول وجديد. فلو عجبتكم طريقتي في التنظيف، يعني حابة ان انتوا تعرفوني ان انا طريقتي كويسة في التنظيف، يعني وانتوا حابين طريقتي في الفيديوهات. هنا طبعا زي ما انتوا شايفين بمسح اي حاجة عليها تراب، عشان طالما بقى بنروق لازم يبقى الترويق بتاعنا حلو وعميق، ونشيل اي تراب على اي حاجة، لان التراب والكلام ده بيدي طاقة سلبية للبيت. والله يا جماعة انا لما بنضف وبقوم كده وبتشجع، يمكن مثلا في الاول ببقى مكسلة زي اي حد، بسبب مثلا السقعة، بسبب شغل البيت، فالواحد بيبقى قاعد مكسل شوية مش قادر انه يقوم يعمل حاجة. بس صدقوني لما بحس بقى ان انا ورايا ناس حابة ان هي تشوف الفيديو بتاعي، ويعني حاسة ان انا ورايا مسؤولية ان انا عايزة صفحتي تكبر، بتلاقوني بقى بتشجع وبقوم قايمة بمسك الشقة روقها ترويقة كويسة. فطبعا لما بنشيل بقى التراب من حوالينا كده الطاقة السلبية كلها بتروح من البيت. هنا عشان ألمع المراية طبعا بالمناديل بعد ما مسحتها، عشان ما يبقاش يعني عشان ما تبقاش مجيرة او كده، بالمناديل وبعيدة عليها مسح تاني عشان المراية تكون واضحة يعني. وهنا طبعا بعلق السبح على المراية وبكمل مسح التسريحة. وصدقوني بقى غدا النهاردة على قد ما هو بسيط، بس انا عارفة ان هو هيعجب كل البيوت المصرية. فلو حابين بقى تشوفوه كملوا للآخر. يعني انا حاسة ان الفيديو بتاعي النهاردة هيعجبكم، وانا متفائلة خير ان الفيديو ان شاء الله يعجبكم يا رب. طبعا انا عارفة ان انتوا بتتفرجوا على الفيديو مش محتاجين ان انا اشرح لكم، بس يعني انا بحب ان انا اشرح لكم، بحب ان انا اتكلم معاكم واقول لكم انا بعمل ايه بالظبط. يمكن لما انتوا تسمعوني تتشجعوا، ولو حد مكسل وورا حاجة عايز يقوم يعملها يقوم لما يتفرج عليا كده يبقى عنده طاقة ويقوم يعمل اللي وراه. عايزاكم كده كل واحدة بتتفرج على الفيديو بتاعي تقوم وتتشجع وتشوف وراها ايه تعمله، لان احنا كحريم هو ده يعني هو ده يومنا وهي دي حياتنا، وهو ده الروتين بتاعنا اليومي، ان احنا نروق نعمل فطار نعمل غدا كده يعني. فانا حابة ان انا ايه اديكوا شوية طاقة ايجابية. هنا برضو بقى هشيل المروحة عشان اعرف ان انا اشيل السجاد واكنس وامسح وكده.
هنا جاية بقى عشان امسح النيش، برضو حسيت عليه تراب برضو من بره، فقلت ان انا ايه امسحه برضو في يوم ان شاء الله. هنعمل روتين للنيش بقى من جوه، يعني اللي احنا بقى نفتح النيش ونطلع الحاجة اللي فيه ونمسحها كلها ونمسح النيش من جوه. لو انتوا حابين كده قولولي في التعليقات، يعني لو انتوا حابين فيديو تنظيف النيش قولولي في التعليقات وانا هعمله لكم. هنا طبعا كنت بقى بظبط الكاميرا عشان ابدأ بقى ان انا اشيل السجاد واكنس. والله انتوا لما تشوفوا الأوضة في الآخر صدقوني انتوا نفسكوا هتبسطوا يمكن اكتر مني، لان الأوضة في الأول كان فيها طاقة سلبية صعبة جدا من كتر الكركبة. فلما الحاجة لما بتكون مكركبة بتحسوا ان هي صعبة، يعني بتحسوا ان هي صعبة في ترويقها او كده، بس اول ما بنمسك في اول حاجة وبتبتدي الدنيا تروق من حوالينا خلاص بقى بتبتدي الطاقة السلبية تمشي والطاقة الإيجابية تيجي. خلاص مسافة ما بنروق وكده وبنحس ان الدنيا من حوالينا بتنضف، يعني بنحس براحة نفسية. اكيد انتوا كلكوا يعني حاسين بيا، بالذات احنا كحريم فاكيد انتوا حاسين بيا ان احنا لما بتبقى الحاجة مكركبة من حوالينا بنبقى حاسين بطاقة سلبية وان احنا الحاجة دي مش هتخلص بسهولة وكده، بس مسافة ما بنروق من حوالينا خلاص والدنيا بتروق بنحس ان بقيت الامور سهلة يعني، وبنستريح اكتر بقى لما بنشوف النظافة في الاخر. انتوا نفسكوا هتحسوا بالكلام ده في اخر الفيديو، يعني في الاخر بعد ما الأوضة ما تخلص انتوا نفسكوا هتحسوا بالكلام اللي انا بقوله، يعني هتلاقوا الأوضة نظيفة بطريقة حلوة قوي يعني. هنا طبعا كنا بنكمل كنس عشان بعديها بقى نمسح المسحة الحلوة بتاعتنا عشان نفرش السجاد وتبقى الأوضة ايه خلصت ونخش على الغدا الجميل بتاعنا. والله يا جماعة انا ببقى مسجلة لكم الفيديو ده، ممكن مثلا اكون مسجلة النهاردة ينزل تاني يوم بسبب يعني النت ضعيف شوية، عقبال برضو ما بعمل المونتاج بتاعي، وانا عارفة ان انا بتأخر عليكم في الفيديوهات بس والله غصب عني مش بايدي يعني. هي المشكلة بس يعني اللي مضايقاني فعلا هو النت بس بيبقى ضعيف شوية، فعقبال ما بنزل الفيديو ويوصل لكم وتشوفوه هو بس النت اللي فيه صعوبة شوية. بس ان شاء الله انا عارفة ان الروتين بتاع النهاردة هيعجبكم، وانا عارفة ان انا هسمع منكم تعليقات حلوة قوي. هنا بقى كنا خلاص بنلم الحاجة اللي كنسناها، وهنروح بقى نجيب شوية مية بمعطر عشان ايه نمسح الأوضة. خليكم معايا عشان تشوفوا ايه انا هعمل ايه دلوقتي. كده جبنا المية بمعطر، بحب اوي احط مية بمعطر واحطها كده على الارض وايه اقوم مسحيها. بس هنا بقى كنت بمسح، ويا رب يكون طريقة المونتاج بتاعتي بتعجبكم. انتوا طلبتوا مني ان انا ما اسرعش الفيديوهات قوي وانا حبيت ان انا انفذ لكم رغبتكم، يعني حبيت ان انا اطول لكم الفيديو شويه. يا رب انتوا بس ما تزهقوش. لو عجبكم نظام الفيديو كده برضو قولولي في التعليقات عشان استمر على كده، ان انا يعني لو الفيديو عجبكم بالمنظر ده قولولي عشان انا استمر على كده، وان شاء الله يعجبكم. يعني انا متفائلة خير ان الفيديو يعجبكم. هنا بقى خلاص خلصنا الجزء ده خالص مسحناه ونفرش السجادة بتاعته، خلصنا خالص. ايه لما الواحد كده بيمسك حاجة مكركبة وتبدأ تخلص معاه واحدة واحدة بتبقى جميلة يعني، بيبقى الشعور حلو. كده خلاص فاضل لنا الجزء الاخراني. هنا رجعنا المروحة مكانها وخلاص بقى فاضل لنا الجزء الاخراني من الأوضة وهنخلصه برضو. هنحط برضو مية بالمعطر بتاعها وبرضو ايه نقوم مسحين الجنب ده عشان نفرشه كده الأوضة تبقى خلصت ونخش بقى على الغدا الحلو بتاعنا. هنا بقى بمسح الحتة دي
وهطلع على الجنب الاخير ده خالص وهنمسحه برضو عشان بقى يتفرش. وهنا بقى ولعنا عود البخور بتاعنا والأوضة خلصت. قولولي بقى رأيكم في الأوضة بعد ما اتنضفت. انا عن نفسي حسيت براحة نفسية جامدة جدا بعد ما الأوضة ما خلصت. فلو انتوا عجبتكم الأوضة بعد ما اتنضفت قولوا في التعليقات. طبعا هنا حسيت ان البطانية معوجة شوية، قلت لازم اعدلها. خلاص بقى، ما احنا روقنا، ما ينفعش يبقى في كركبة ولا حاجة مش مظبوطة. هنا بقى الأوضة بتاعتنا خلصت وبقت زي الفل، بالذات بقى مع عود البخور. نخش بقى على الغدا الحلو بتاعنا، الأكلة الشهيرة لكل بيت مصري بالذات في الساعة اللي احنا فيها دي. حلة عدس تدفي الواحد وتخلي الجو ايه حلو كده. مش قلتلكوا هي أكلة بسيطة، بس أنا عارفة ان كل البيوت المصرية بتحبها، وانا عارفة ان يعني انا مش هفتي فيها كتير. انا عارفة ان كلنا بنعرف نعمل عدس، بس انا طبعا بحب بقى احط له جزرتين على طماطميتين على بصلاية كبيرة على قرن فلفل احمر، ولو في اخضر برضو عادي بحط. وبحب احط بطاطساية برضو بتدي طعم حلو. وهنا بقى بحط البطاطس وبحط فصين توم برضو بيدوا طعم حلو. كل ده بيدي قيمة غذائية برضو عشان لو عندنا اطفال او كده، كل ده بيدي قيمة غذائية حلوة يعني. طبعا قبل الكلام ده انا بغسل العدس غسلة كويسة. وهنا بقى كان بيغلي، سيبته طبعا عشان الخضار اللي فيه يستوي. وبعد كده بسيبه شوية وبعد كده بضربه في الخلاط. هنا هنخلطه طبعا عشان كل الحاجات دي تختلط مع بعضيها. انا عارفة طبعا ان هي ما فيهاش افتكاسة مني، وعارفة ان كل بيوتنا المصرية عارفة العدس، بس انا بقى حبيت اوريكم بعد الروتين العميق اللي انا عملته. عملت بقى شوية عدس تحفة. لو عجبكم برضو قولولي. هنا ضربته في الخلاط وانا بحب اصفيه عشان لو في قشر مكان الطماطم او حاجة، يعني كله بقى يبقى في المصفى. بس هنا هنصفيه وبقى هنحمر له بصلايه على النار. انا بحب جدا احمر له بصلايه، معرفش انتوا بتحبوا كده ولا لا. انا بحب احط حته زبده على شويه زيت واقوم محمره بقى بصلايه كده، يعني لا بتدبل ولا بتصفر، او اللي يعني بيبقى لونها ذهبي خفيف كده. بعملها، وطبعا وانا بعملها بحط لها بقى التوابل بتاعتها هتشوفوا معانا دلوقتي. وفي تركاية كده للشعرية بعملها، يا رب تعجبكم. معرفش برضو انتوا بتعملوها ولا لا. لان طبعا احنا لما بنحمر الشعرية مع البصلة ونيجي نحط العدس، لو العدس مثلا قعد شوية لغاية لما نيجي ناكل او كده، الشعرية بتتقل وبتقل العدس جامد، فبنضطر ان احنا كل شوية نزود للعدس مية. فانا عندي تركاية كده هتشوفوها في اخر الفيديو، انا عملتها للعدس يعني عشان مننا برضو نحط شعرية ومننا ان هي ايه ما تضايقناش في الاكل. هنا طبعا كنت بحمر البصلة وهحط لها مكعب ماجي، ولو في برضو فورية بحب احط فورية. هنا حطيت الفورية بتاعتي. والعدس برضو يعني انتوا عارفين ما بتحطلوش حاجات كتير، هو يدوبك كمون فلفل اسود، ولو في بهارات بنحط شوية بهارات، شوية بابريكا مدخنة. يعني البهارات بتاعتنا دي بتدي طعم برضو وتست للاكل. هنا بحب احط البهارات مع البصلة عشان يعني لما اجي احط العدس ما تبقاش مكلكعة. هنا طبعا زي ما انتوا شايفين البصلة بتاعتنا، وقمت حاطه العدس اللي مصفياه. لو اقول لكم على الريحة تجوع، الريحة لوحدها تجوع. لو عجبكم العدس بتاعي ما تنسوش اللايك والشير، دي اهم حاجة، والاشتراك في الصفحة. عايزاكم كلكم تشتركوا في الصفحة بتاعتي، القناة بالذات بتاعت اليوتيوب دي اهم حاجة عندي، ان انتوا تكبروها لي. قناة اليوتيوب ما تنسوش اللينك بتاعها في البايو بتاع التيك توك. هنا بقى دي التركية اللي بقولكوا عليها، برضو بحط حتة زبدة صغيرة وعليها برضو شوية زيت،
وبقوم محمرة الشعرية وبكون بغلي مية في الكاتل. وبعد ما الشعرية بتاعتنا بتتحمر بقوم حاطة المية السخنة عليها تستوي، وبعد كده بقوم حطها على العدس. هنا بقى اهو بحط الشعرية، طبعا اول ما تتحمر معانا ويبقى لونها ذهبي هقوم نازلة عليها بالمية السخنة عشان لما تتحط على العدس ما تتقلش في العدس وتتقل معانا العدس واضطر ان احنا كل شوية نزود له مية. هنا طبعا يعني ايه الشعرية دايما يعني مستحب ان هي تتقلب على طول عشان ما تتحرقش من حتة وحتة، لا ليه؟ عشان على طول كلها تبقى لون واحد. طبعا هنا بقلبها بقى عشان ايه، وانا بغلي مية في الكتل عشان احط لها مية سخنة، يعني لازم تحطوا مية سخنة مش مية باردة. اول ما تتحمر معانا ويبقى لونها ذهبي هنقوم حاطين على طول المية السخنة. مسافة ما المية بتاعتها بتنشف بنحطها على العدس بتاعنا، وساعتها بتاكلوا بقى احلى عدس. وفي حاجة برضو انا قلياها في اخر الفيديو قالتها جنب اكلة العدس، لو عايزين طريقتها اكتبولي على التعليقات بتاعت القناة بتاعت اليوتيوب وانا هرد عليكم بالطريقة بتاعتها. حاجة كده اسمها كباب الغلابة، هي بالقرنبيط، هتشوفوها لو عجبتكم وانا بقليها في اخر الفيديو قولولي وانا هقول لكم الطريقة بتاعتها، او ممكن ابقى انزل لكم برضو الفيديو بتاعها. بصوا هنا العدس بتاعنا خلص، شكله مشهي جدا. يا رب روتين النهاردة يكون عجبكم يا حبايب قلبي، ولو حبيتوا الروتين اتمنى ان انتوا تقولولي. هنا طبعا حطيت طاسة الزيت عشان اقلي كباب الغلابة، هتشوفوه. هو حاجة برضو فيها قيمة غذائية عالية لانه هو برضو خضروات كتير، يعني هو محطوط له خضروات كتير فهو قيمة غذائية عالية برضو، ينفع لأطفالنا وينفع لينا. فلو حابين تعرفوا طريقته اكتبولي في التعليقات وانا هرد عليكم برضو، او ممكن لو عايزين فيديو ليه قولولي وانا هنزل لكم فيديو ليه. واسيبكم بقى تكملوا الفيديو للاخر، وباي باي يا حبايب قلبي.